بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في الدرس الخامس إن شاء الله النهاردة، اللي هو المقارنة comparing number in multiple forms. إن احنا هنقارن ما بين أرقام، بس الأرقام دي محطوطة في صور مختلفة. طيب بدأ الدرس كده ب compare between the number. احنا بنقارن ما بين الأرقام with using باستخدام larger than أو smaller than أو equal، أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طيب جايب لي هنا في كتاب المدرسة الصورة دي الصيغة الاكسباندنت اللي هي الصيغة التحليلية، ان هو مش كاتب لك النمبرز في الصورة القياسية، مش كاتب لك النمبر في الصورة القياسية اللي هي الكومبوزنج او في الصورة اللي هي الستاندر. عشان تقارن ما بين الارقام لازم تحط الرقم في الصورة الستاندر. ايه يعني الصورة الستاندر؟ تمام، للناس اللي مش مستوعبه، الصوره الستاندر اللي هي مثلا زي دي، ده كده النمبر في الصوره الستاندر، ده كده الصوره الايه ستاندر. ده اكسباندنت في الصوره التحليليه، لازم احطه في الصوره الستاندر. فلما اجي احطه في الصوره الستاندر هلاقي نفسي بعمل 4 في 10000، 3 في 1000، 110، واجي احط ده في الصوره الستاندرد هلاقيه برضو 4000، 3 40,000، 3,120. ابدا بقى اعمل كومبيرنج. اول حاجه في الكومبيرنج يبقى اول حاجه بحول كل النمبرز اللي عندي، اي فورمه محطوطه عندي احولها للستاندر، للصيغه القياسيه. تاني خطوه اعد النمبرز 1 2 3 4 5. هنا 1 2 3 4 5. خلاص لسه برضو ما بانتش، لو كانت في واحده 4 وواحده 5 اكيد ال5 اكبر من ال4. طيب تاني حاجه همسك من الايه، من الليفت، من اليسار. هنا 4 هنا 4 هنا 3 هنا 3 هنا 1 هنا 1 هنا 1 هنا 2. من الاكبر ال2 اروح عامل العلامه كده. دايما العلامه بتبص على الكبير وبتخاصم الصغير، بتدي ظهرها لمين؟ للصغير. يعني مثلا ال3 وال4، ال4 اكبر، شايفين العلامه مديه ظهرها للصغير وبص على الكبير. ده الدرس بتاع النهارده بكل سلاسه. طيب هنا مديني سؤال اخر، بعد اذنك قارن ما بين النمبر ده في الصوره الستاندر اهي وما بين النمبر ده اللي في الصوره اللفظيه دي. طب هنيجي احنا عشان نقارن لازم احول كله للستاندر. ده في الستاندر عادي. طب تعالى احول للستاندرد ده. ال8 في المليارد اهي. طيب بعد المليارد 100 مليون. طيب هنا 807 مليون، يبقى 807 مليون، يبقى دول الثلاث خانات بتوع المليون. طب عايزين ثلاث خانات بتوع الثاوزند. 7 مليون. طيب بعد كده 620,000، ادي 620,000. بعد كده الخانه بتاعت الوانز 321. شايفين احنا بنحول ازاي الارقام؟ ان احنا بنقسم الايه، البيت فيه 3 افراد. خانه المليارد قال لي 8 مليارد، خلاص ما فيهاش حد تاني. المليون لازم يبقى فيها 3، الثاوزند لازم يبقى فيها 3، الوانز لازم يبقى فيها 3. هنا قال لي 807 مليون اهي، 620,000 اهي، 321 اهي. عايزين بقى نقارن ما بين الرقم ده والرقم ده. همسك هنا اعد النمبرز. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دول 10 نمبرز. طب دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نمبرز. لا طبعا ال 10 نمبرز على طول يبقوا اكبر من ال 9 نمبرز. طيب ليه؟ لان انا خلاص اتعلمت ان انا بحول من اي فورمه للستاندرد. اوكي. طيب هنا احول برضو دي للستاندرد، تمام، وبعدين اعمل كومبيرنج. طب يلا بينا نحول دي للستاندرد كده بالراحه. بسم الله. هنا قال لي 4 وحط لي قدامها 0 2 3 4 5 6 7 8 0، يبقى دي 4، يبقى ال4 اهي وبقى قدامها 8 0 كده بالراحه. بعملهم بالقلم كده بالراحه. هنا ال5 وقدامها كام زيرو؟ 6. يبقى 1 2 3 4 5 6 واحط ال5. هنا 2 قدامها كام زيرو؟ 5. 1 2 3 4 5 واحط ال2. ال3 قدامها 4 5 4 0 اهي، دي قدامها 3 0 8 اهي،
ال1 قدامها صفرين اهي، ال7 قدامها صفر اهي، ال6 ما قدامهاش حاجه اهي. يبقى الرقم بتاعي اهو 4 0 5 2 3 8 1 7 6. طيب عايز اقارن ما بينه وبين النمبرز ده اللي هو 4 5 0 2 3 5 1 7 6. اعد النمبرز 3 3 3 يبقى دول 9 نمبر، دول 3 3 3 9 نمبرز. همسك هنا 4 بدأ ب 4، بعد ال4 هنا 0. خلي بالك خلي بالك هنا في غلطة غلطناها، لازم نعد كويس واحنا ماشيين. هنا تاني، هنا الفور كام دي؟ 100 مليون، خانة 100 مليون. 100 مليون اهي ماشي. الفايف دول كام؟ 10 مليون، يبقى هكتب 10 مليون، يبقى 100 مليون و10 مليون. هنا مفيش 1 مليون، دي الرقم ده كام اللي بعد ال 10 مليون؟ دي 10 مليون اهي. واحنا واخدين بالنا ان المليون هيبقوا 3 ارقام، وال1000 3 ارقام، والونز 3 ارقام. خدنا دي في ال100 مليون اهي، دي في ال10 مليون اهي. ال1 مليون مفيش، يبقى نحط 0. بعد كده 100,000 اهي 2، 10,000 3، 1,000 8، 100 اهي 7، 10 اهي 6 اهي. نقارن بقى ما بين ده وما بين ده. تمام. هنعد النمبرز هنا والنمبرز هنا، هنلاقيها هنا 9 نمبرز وهنا 9 نمبرز، يبقى لسه ايه شبه بعض. طيب بعد كده هنبدأ هنا ب4 4، بعد كده 5 5، وبعدين بقى طب 0 0، طب بعدين هنا 2 2 3 3 8 5. مين الأكبر؟ ال8. على طول العلامة تبص عليها. طيب نخش في اللي بعدها. ال4 في خانة الايه؟ دي 5 0 يبقى 100,000. يبقى هنبدأ ب 100,000، يبقى معايا خانتين، الخانة بتاعت ال1000 والخانة بتاعت الونز. ال4 في ال100 اهي، ال2 في ال20 اهي. بعد كده قال لي خلي بالك بقى، انا معايا 2 في ال10,000 ومعايا 3 في ال10,000 برضو. طيب 2 و3 يبقوا 5 في ال10,000. بعد كده 1000 مفيش، نيجي هنا ال100 مفيش، ال10 1، ال2 اهي. نيجي هنا 423,000 ادي 423,000. وبعد كده 12 اهي. مين الكبير؟ هنعد النمبرز دي هنلاقيهم 6، ونعد النمبرز دي هنلاقيهم 6. اوكي. بعد كده بس خلي بالك هي المسألة دي فيها غلطة. تمام. ايه المفروض دي كانت 3. خلاص تمام، المفروض دي كانت 3 لان هي كده صعبة. فهنشطب الزيرو ده. تمام. ونكتب ال2 في خانة ال200 اهي 20، وال3 في ال1000 اهي. تمام، عشان المسألة تبقى حتى ايه، هنا 4 هنا 4، هنا 2 هنا 2، هنا 3 هنا 3، هنا 0 هنا 0، هنا 1 2 هنا 1 2، يبقى يساوي. خلاص. فالمسألة هنا فيها غلطة ان انت تشيل الزيرو ايه ده. طيب نخش بعد كده. خلاص احنا اتعلمنا هو عايز مننا ايه في الجزئية دي. طيب في الامتحان يعني هل في جديد في المسائل دي؟ طيب نخش على مسائل كتاب المدرسة الأول ونشوف كده هل نفس الصعوبة والسهولة ولا ايه نظامها. أعطاني النمبرز دي والنمبرز دي، قلنا نعد الأول. هنا 3 و3 و2 يبقى 8 نمبر، هنا 3 و3 و2 8 نمبر. طيب نبدأ بقى. هنا 14 هنا 14، 7 8 هنا 7 9 يبقى ده أكبر. طيب هنا 5 مليارد يبقى في خانة المليارد في 5. نخش في المليون بقى، الثري نمبرز بتوع المليونز. 300 مليون 715 يبقى 300 700 300 مليون وسكت يبقى 300 مليون. خلاص تخش بقى في الثاوزند. 715,000 ادي 715,000. تخش بقى في الونز 43 يبقى 0 وادي 43. ده الايه الرقم بتاعي، عايز اقارنه ما بينه وما بين ده. طيب هنا 5 مليارد 5 مليارد، هتعد طبعا الارقام هتلاقيهم هنا 10 وهنا 10.
خلاص هنخش بقى نبدأ نمسك كل رقم من على اليسار. هنلاقي هنا بعد هنا 3 وهنا 1. لا 3 اكبر، مش كده ولا ايه؟ بعد كده هتخش على ده طبعا، هتبص هتلاقي هنا 7 في خانة ال 100 مليون، وهنا 7 في ال 1000. طبعا ال 100 مليون اكبر. بعد كده نخش في اسئلة كتاب المعاصر. بص معايا برضو بيقول لي حط اكبر من واصغر من او يساوي. جايب لي كلهم في فورمه واحده. طب الحمد لله. تعد النمبرز هنا والنمبرز هنا، هتلاقي النمبرز هنا 8 والنمبرز اللي هنا 7، يبقى ده اكبر. بعد كده هتمسك هنا، هتلاقي دول 9 نمبر ودول 9 نمبر، تمسك 5 7 1، ما هي 5 7 1. هنا 6 0 0، طب ما هنا 6 0 0. هنا 3 هنا 2، لا ال 3 اكبر. تمام. هنا 400,000 يبقى نحولها 400 وال1000 30. وهنا 40,000، لا 400,000 اكبر. تبص هنا تلاقيهم 6 نمبرز وهنا 5 نمبرز، ادي نمبر 2 3 4 5، وهنا 6 نمبر 4 2 3 4 5 6. هنا 8 مليار، المليار ده قدامه 9 0 1. ها طيب دول 10 نمبر، دول 10 نمبر، بس هنا بدأ ب 8 وهنا بدأ ب 7، ال 8 ايه اكبر. ماشي. يبقى شايفين السؤال بيجي ازاي؟ هنخش بعد كده. قال لي طيب نصعبها عليك اكتر، نبدأ نجيب بقى ايه different form، اشكال مختلفة. اول حاجة هنا بدأ ب 8 مليار اهي، 400 مليون اهي، 700. بص خلي بالك 400 مليون. دلوقتي احنا عايزين دي في ال 100 مليون. فين ال 10 مليون؟ مفيش 10 مليون. فين ال 1 مليون؟ مفيش، يبقى هتحط مكانهم 0. اوكي. طيب هنا 700,000، 16,000 16,000 1000. بعد كده 900 مفيش 10، يبقى هنحط 0 و 3. قسمناهم تلاتات اهو. قارن ما بينه وما بين ده. طبعا دول 10 نمبرز ودول 10 نمبرز، عديناهم لقيناهم دول 10 ودول 10. هنخش بعد كده هنا 8 هنا 8، هنا دي 0 هنا 4، الفور اكبر. بعد كده هنقارن ما بين ده وده. خلاص الدنيا بقت ايه اسهل. تعال نخش على ده. ده في الفور مليون، هنا ده في الفور مليارد. خلاص ده اكبر. هنا مفيش مليارد على طول وش قبل ما تحولها للايه، قبل ما تحولها حضرتك للصيغه القياسيه مفيش مليارد. تمام. طيب عايز تحولها ايضا انت للستاندرد مفيش مشكله. طيب هتخش هنا على 17 مليون، ادي 17 مليون. تمام. دول في خانه الايه المليون. تمام. 3 ارقام اهم. طبعا هنا هيبقى 0، هنا 17 مليون. هنخش بقى ايه 425,000 425,000. بعد كده 605، ادي 605. خش هنا دي 10,000 وهنا 1، يبقى ال1 في ال 10,000. هنا 7 مليون يبقى اهي. بعد كده خش في الثلاثه التانيين 4 2 مفيش ايه 1، ادي 4 في ال 100,000، 2 في ال 10,000، 1000 مفيش نحطه 0. بعد كده 605. هتبص تلاقي الرقم ده هو الرقم ده؟ لا. هتقارن هتلاقي هنا في 7 6 7 8 نمبر وهنا 8 نمبر. هنا 17 وهنا 17. هنا 425، هنا 420 بس. لا 25 اكبر. خلاص. طب هنا 423,000 423,000 وبعدين 12 اهو خدناها دي. هنا 400 اهو 320 32. خلي بالك بقى من دي 432. هنا 21. طبعا دي 3 هنا وهنا 2، طبعا يبقى ده اكبر. طيب بعد كده السؤال برضو ممكن يجي true and false، صح وغلط. يقول لك مين العباره الصحيحه ومين العباره الخاطئه، فانت برضو مضطر ان انت تحول النمبرز كلها للستاندرد وبعدين تعمل كومبيرنج ليهم. تمام. زي السؤال الاولاني اللي جه في امتحان الجيزه ده. جه قال لحضرتك 6514 اكبر ولا ده؟ طيب ده رقم وده كله رقم.
خلاص الرقم ده مكتوب في الستاندرد، تعال نحول بقى لايه الديكومبوزنج ده الستاندرد. 3000 اهو، وبعدين في ال 10000 مفيش، وبعدين 421 اهو. مين اكبر ده ولا ده؟ طبعا ده، لان ده على الاقل خالص 5 نمبرز وده 4 نمبرز، فالعباره ايه خاطئه، لان هو بيقول لي ده الاكبر. لا يا عم مش اكبر ولا حاجه. طيب بيقول لي ده بيساوي ده. تعال نشوف هنا 40 hundreds 15 10. 40 hundreds اهي 40 وبعدين hundreds. 15 tens يعني 15 tens. 21 ones يبقى هنا كان المفروض الرقم هيبقى كده اهو 450 81. هو ده يبقى ايكوال فعلا. تمام. طيب بعد كده 4000 ادي ال 4000. 800 هتبقى هنا اهي. 110 اهي. 5 ones اهي. هل ده ولا ده؟ هتلاقي هنا 4 وهنا 4، هنا 8 وهنا 5. لا ال 8 اكبر، يبقى العلامه كده. ما هو عاملها كده فعلا، تبقى العباره صح. تمام. طيب بعد كده احدد الرقمين ده وادي العلامه ولا ده كله. طب هنا 5 مليار 416 كده 307 ادي الرقم، ولا ده 400 برضو تيجي تقارن بقى. هنا 5 اهي وهنا 5. 416 هنا 416. 3 7 الاول، هنا 3 0. لا 3 7 اكبر، يبقى فعلا العلامه كده صح. طيب شايفين الدنيا ماشيه ازاي؟ هسيب لكم الباقي ايه تحلوه انتوا واجب. تعالوا نشوف الامتحانات اللي فاتت كانت عامله ازاي. بسم الله. بيقول لي which number sentence is not true. اي من هذه الارقام غير صحيح. هتيجي هنا هتلاقي هنا 4 وهنا 4، هنا 2 3 هنا 2 3 0 4. لا ده اكبر. طب ما هو عاملها مظبوط. ماشي. دول 5 نمبر دول 5 نمبر. هنا 2 7 9 هنا 2 7 7. لا ال 9 اكبر. طب ما هو عاملها فعلا ده اكبر. ماشي. هنا هتبص هتلاقيهم 7 نمبر وهنا 7 نمبر. هنا 1 0 هنا 1 0. بعد الزيرو هنا 0 هنا بعد الزيرو 5. مين الاكبر؟ ال5. لا هو عاملها اقل. لا يبقى هي دي الجمله اللي هو عايزها. هو بيقول لك مين فيهم اللي مش صح. شايف اللي قامه في السؤال نفسه. هنا هتبص هتلاقي فعلا هنا 5 ارقام هنا 5 ارقام. هنا 5 8 0 0 هنا 8 0 4. لا دي اكبر. هو عاملها فعلا مظبوطه اهي. يبقى فعلا المخالفه الوحيده هي هنا. طيب هنا which of the following numeral makes the sentence true. اي من هذه العبارات يجعل العباره صحيحه. 2 مليار اهو. 345,000 وسكت، يبقى الباقي ايه صفار. ده الرقم ده اقل من مين اللي اقل منه؟ تعال نمسك اول واحد 2 مليار و3 4. هنا 3 4 وهنا بعد الفور 4 وهنا بعد الفور 5. لا ده اكبر. لا احنا عايزين الاقل، يبقى مش نافع. نمسك هنا 2 مليار وبعدها 0. هنا 2 مليار وبعدها 3. لا ده اكبر برضو. احنا عايزين الاقل، يبقى ده مش نافع. هنبص برضو هنا 2 مليار. خلي بالك الكلام، دي كانت 2 مليون. تمام. قال لك لا يا سيدي بص معايا كده يا مستر. ايه ده 2 مليار وبعدين 345,000 مش مليون. يبقى احنا اصلا كاتبين الرقم ده غلط. ادي 2 مليار ومفيش حاجه في المليون اصلا، وبعدين 345,000 وبعدين 30. حلو كده. تمام. ده الرقم بتاعنا. عايزين نشوف الرقم ده اقل من مين. يعني في رقم من الاختيارات ده اكبر منه. لما جينا هنا ده مليون اصلا 2 مليون فاقل. ده 2 مليون اقل. ليه؟ لان دول 10 نمبرز اصلا. احنا عايزين رقم اكبر من 10 نمبرز. ده اصلا مش 10 نمبرز، ده 7 نمبرز. 7 نمبر مش نافعين. ادي اول واحد هيقابلك 10 نمبرز. نبدا بقى نعمل كومبيرنج. هنلاقي ان ده اكبر. ليه؟ لان 2 وبعدها 3 اصفار. لا هنا في 1 وهنا في 0. يبقى اللي هنا ده اكبر.
بس كده. لو خدنا ده هنلاقيه هو ده، لا هو عايز الاكبر. تمام. طيب شايفين الاسئله؟ يبقى هو بيلعب بالالفاظ كمان. بعد كده بيقول لي حط اكبر او اصغر او يساوي. هتعد دول تلاقيهم 6 ودول 6، هتبدا تلاقي هنا 7 8 وهنا 7 9 يبقى ده اكبر. دول 6 ودول 5 يبقى ده اكبر. هنا 1 لازم نحول ده ل 100، هنا 100 مليون يبقى دي 100 مليون، يبقى خانة المليون ادي 100 مليون. تمام. طيب وبعدين 40 خلاص، يبقى خانة المليون خلاص اتملت. خانة الثاوزند ما فيهاش حاجة فهنحط فيها صفر. خانة الونز 40 بس، يبقى دي ايه 0 40. ادي الرقم بتاعنا. تمام. هنا برضو نفس الكلام، هتبص هتلاقي دول هم دول، فانت ازاي تكتب الرقم؟ طيب which number sentence is true؟ اي من هذه الارقام صحيح؟ 30,000 اقل من 99؟ لا مش اقل من، العبارة دي غلط لان دول على الاقل 6 نمبرز ودول 5. طب هنا هتبص تلاقي دول 5 ودول 6، فالمفروض ال6 اكبر، فالعبارة دي غلط. هتبص ده هتجمع ده كده هتلاقي 100 اهو، وبعدين 50 وبعدين 3 اصفار وبعدين 6. تمام. طيب هل ده مين فيهم اكبر؟ لا ده اكبر، يبقى العبارة دي هي الصحيحة. تمام. بعد كده هتبص هنا هتلاقي دول 7 نمبر ودول 7 نمبر، هتلاقي ده 2 وهنا ده 1، فالمفروض ده الكبير اللي هو عاملها ده الصغير، يبقى العبارة دي برضو غلط. تمام. فالعبارة الصحيحة الوحيدة هي دي. بعد كده آخر سؤالين نختم بهم الحلقة. which the following numbers the greater than is number؟ مين اللي أكبر من الرقم ده؟ ده 3 مليون 500,000، أدي 3 مليون 500,000، 10,000 ما فيهاش، 1,000 ما فيهاش، 372 أدي الرقم بتاعنا. مين أكبر منه؟ طيب هتبص هتلاقي كل الأرقام أدي 3 صفرين، 3 هنا إيه 5 يبقى ده أقل، لا مش أكبر. هنا 3 5 صفرين، هنا 3 5 صفرين، بعد كده 2 هنا 3 يبقى مش أكبر. هنا 3 5 صفرين، 3 5 صفرين، هنا 7 وهنا 3 لا ده أكبر، يبقى هو ده. تمام. which the following number is less؟ مين أقل من؟ خلي بالك من أكبر من وأقل من. مين أقل من 40 مليون؟ أهي 40 مليون. نيجي للثلاث خانات التانيين 900,000 أدي 900,000 كده 508. مين أقل منه؟ تمام. طيب تيجي تبص هنا 49 هنا 40 يبقى أكبر مش أقل، مش نافع. هنا 40 9 صفرين 9 صفرين، 508 508 ده يساوي، احنا عايزينه أقل. هنا 40 هنا صفر وهنا 9 يبقى ده الأقل. خلاص كده. تمام. بعد كده قال لي هنا التاون AS library has 362,021 books. في مكتبة فيها 362,000 21 books فيها كذا كتاب. وتاون بي في مدينة رقم بي المكتبة بتاعتها فيها 320 ادي 326 تمام 1102 books which shows below correctly compare the number books in both town libraries. أي هذه الأرقام يوضح المقارنة الصحيحة ما بين عدد الكتب في المكتبة اللي في المدينة A وعدد الكتب اللي في المكتبة اللي في المدينة B. طبعا احنا كتبناه. مين الكبير الأول؟ طبعا اللي في المكتبة A. المكتبة A أكبر من المكتبة B. طب مين فيهم هو اللي بيمثل اللي احنا عملناه ده؟ تبص هنا هتلاقيها مين؟ هي دي. تمام. طيب ليه مش الأولى؟ لأن مش ده
مش اقل، لان 362 هنا 3 6 هنا 3 2، المفروض ده الاكبر، فتبقى هي دي زي ما احنا عاملينها فوق، هي دي هي اللي انت عاملها فوق اهي. تمام. ده كيف امتحان القاهره في هليوبوليس، خلي بالكم. تمام كده. طيب بكده يبقى احنا عشان تضمن حلك مظبوط لازم تحول للستاندرد، وبعد ما تحول للستاندرد خلاص يبقى انت سهل ان انت تقارن. كده خلصنا الدرس. يا ريت نعمل شير وفيديو ولايك للدرس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.